بسم الله. باش بديت على النبي صلى الله يضرولو ديال السبانخ مع سومو فيمي. يلا المقادير: 170 ديال السبانخ، 3 البيضات، صفر ديال البيض كنطحنوا به السبانخ على هذا الشكل، والابيض ديالو غادي نطحنوه مع واحد القبيصه ديال الملحه. كما كتشوفوا في الفيديو هنا درت البياض البيض ودرت قبيصه ديال الملحه حتى تيطلع لينا بحال الثلج. نمشيو نشدو واحد 50 غرام ديال الطحين نضيفوه على ديك السبانخ. كما كتشوفوا نبداو نخلطوا بواحد الطاتول، ومن بعد ثاني عاود غادي نشدو هذاك البياض ديال البيض اللي طحنا حتى هو نضيفوه ليه. ساهل ماهل وكتجي صحيه لوليداتكم. هنايا ضفت هذاك البياض ديال البيض باش طلع لينا، ونبقاو نخدمو ثاني عاود من الاسفل للفوق ونخلطو بشويه باش ما يتهرسش لينا هذاك البيض وتجينا قوام مزيانه. صافي من بعد كنشدو واحد الطاوه وكنسرحوها شكل مستطيل كما كتشوفوا في الفيديو. ما تنسوش الورق ديال الفرن باش ما تلصقش لكم في الطاوه. صافي كنحتاجو لواحد 30 دقيقه في الفرن، شعلوا الاسفل والفوق وخليوها 30 دقيقه. صافي كتسرحوها باش تجينا شويه رقيقه، ومن بعد راه غادي تستعملوا اي فخوماج كتبغيو من بعد ما غادي تخرج لينا من الفران. صافي كما قلت لكم خشيتها في الفران 30 دقيقه. من بعد ما خرجت لنا من الفران نحاول ندير هاد الفخوماج اللي كان متوفر عندي انا. تقدروا ديروا نتوما اي فخوماج كيعجبكم في المذاق، وكتسرحوه على هذا الشكل كامل، وكنديروا هذاك سومو فيمي. صافي من بعد ما درت السومو فيمي غادي نحاول نروليوها كما كتشوفوا غير بشويه باش ما تهرش لينا. تروليوها كامله، ومن بعد غادي ندير ليها سلوفان بلاستيك غذائي، وغادي نخشيها مده ديال ساعه في الكونجيلاتور تتشد راسها. صافي من بعد ما خليتها ساعه في الكونجيلاتور خرجتها وقطعت على هذا الشكل هذا السمك اللي بغيتو نتوما، وجات هائله وصحيه. كنتمنى تجربوها لوليداتكم. وهانتوما زدت على البازيليك تيبقى اختياري، بتخلوها سامبل خليوها سامبل. يا ودوزو بخير. يوم ما تنسوش واحد لايك 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 يا اختي.